الضجة التي يخلقها بلال الخنوس مؤخرا هو أمر يثلج الصدر بالنسبة لكل متتبع للشأن الكروي الوطني. جوهرة خط وسط المنتخب الوطني وليستر سيتي الإنجليزي أصبحت حديث العديد من الصحف العالمية المختصة في كرة القدم، خاصة في ظل استعداد الأرسنال لتقديم عرض رسمي لليستر سيتي من أجل الظفر بخدمات ظل 20 ربيعا. فهذا موقع اي فوتبول يعنون: أرسنال مستعد لدفع 30 مليون يورو لبلال الخنوس. وفي نفس المقال جاء: أرسنال مستعد لدفع 30 مليون يورو للتعاقد مع صانع ألعاب ليستر سيتي بلال الخنوس هذا الصيف، وفقا لموقع فيتشاخيس. وقد تابع توتنهام تطوره عن كثب، وتشير التقارير إلى أن أرسنال قد دخل أيضا في سباق التعاقد معه. أما موقع تيم تولك الإنجليزي فقد عنون المقال حول الخنوس بالقول: أرسنال يعرض 30 مليون يورو للتعاقد مع جوهرة الدوري الإنجليزي المهددة بالهبوط. وفي نفس المقال جاء: أفادت التقارير أن أرسنال مهتم بنجم ليستر سيتي بلال الخنوس، ويستعد لتقديم عرض في الصيف لاستغلال اقتراب الثعالب من الهبوط. أما صحيفة كاوست أوف سايد فعنونت: أرسنال مستعد لتقديم 30 مليون للتعاقد مع صانع ألعاب ترك انطباعا قويا لدى غوارديولا. كل هذه المقالات ومقالات أخرى عديدة تحدثت عن الصفقة المتوقعة للنجم المغربي، وفي حال تمت الصفقة فستكون نقلة نوعية في مسيرة اللاعب. فالأرسنال مع أرتيتا أعاد بريقه الذي كان مع فينجر، وأصبح من كبار أوروبا وليس فقط إنجلترا، خاصة وأن بلال لاعب لا زال أمامه مشوار طويل، ومع القليل من المهارة والكثير من الانضباط والكثير من الثقة في النفس، فسيكون من أفضل لاعبي خط الوسط، لأن أسلوبه في اللعب حقا أسلوب فريد.